هو محمد هاني ماسك وصولات امانه على النادي ولا هو في حد كاتب له النادي باسمه؟ انا مش فاهم بصراحه. محمد هاني بيلعب كوره لحد النهارده ليه؟ يعني كل هجمه خطر على الاهلي السبب فيها محمد هاني، كل جول يخش في الاهلي السبب فيه محمد هاني. انا عايز افهم، احنا كنا بنلعب وناقصين جبهه كامله. يعني احنا الجبهه اليمين عندنا مش موجوده، لا من محمد هاني ولا من حسين الشحات. يا جدعان حرام، اقسم بالله حرام. ان انا يعني انا مش فاهم. قفشه بيلعب ليه؟ يعني قفشه ليه بينزل؟ يعني انا عايز افهمها. برضه هو هدف نهائي القرن هيفضل رابط اللعيب معانا ليوم الدين؟ يا جدعان ده مفيش خالص، ده ضايع. مفيش. الشحات خلاص رصيده نفد ومفيش، ما عندوش كوره تاني يا جدعان. بنلعب بيهم ليه؟ الناس عماله تقول لك ريبيرو خلاص بدأ يفهم اللعيبه والنهارده نازل بالتشكيل المناسب. فين التشكيل المناسب؟ يعني انا عايز افهمها. ده بادئ لي بالشحات، بادئ لي بالشحات، لسه كان راكن لي ديانج، ده ما نزلش ديانج غير غصب عنه. يعني انا عايز افهم فين. يعني انا لحد دلوقتي مش فاهم. واحد زي محمد هاني لعبنا بطوله، لعبنا بطوله عملنا فيها ايه؟ ما عملناش حاجه. لعبنا ماتش قدام انتر ميامي كويس، طيب انتر ميامي وبعدين؟ انتر ميامي اللي كانوا بيقولوا اضعف فريق في المجموعه اهو صعد. انتر ميامي فاز على بورتو. انتر ميامي كان هيفوزوا النهارده على بالميراس. عملت شوط عالمي قدام انتر ميامي، عملت بيه ايه؟ جت ضربة جزاء تريزيجيه طمع فيها ضيعها. كل ده ليه؟ عشان اخطاء لاعبين مش يعني ما بيفكروش غير في نفسهم. المسدد الاول لركلات الجزاء شفناه النهارده لما حط الجول بتاع النهارده. في ضربة الجزاء بتاعته شفنا حط الكرة ازاي اصلا. ماشي. فاحنا تعبنا، يعني حرفيا احنا تعبنا. تعبنا من كتر ما احنا بنقول. انا نفسي افهم لحد النهارده ايه مدى اقتناع المدربين بمحمد هاني؟ ايه مدى اقتناع المدربين بقفشه؟ انا مش فاهم. حسين الشحات خلاص راحت على كل لاعب يا جدعان وله حدوده، وهو جاب اخره. هو ما بقاش عنده تاني، ما بقاش عنده كوره تاني. هو حتى بنفسه قالها، قال لك انا ما بقاش عندي الحافز للكوره. فخلصنا، مش هنقعد متعلقين. تريزيجيه لو ما فهمش ان هو مش اللاعب الاوحد في الاهلي، مع السلامه. ما يلعبش، لازما يركز. بن شرقي نفس القصه، زيزو نفس القصه، رغم ان النهارده زيزو يعني عمل اداء عظيم. انا لو هتكلم ان مكاسبنا الوحيده في البطوله دي زيزو وبن رمضان بصراحه. يعني ربنا يبارك لكم. يعني احنا كسبنا في البطوله دي اداء زيزو واداء بن رمضان. الواد بن رمضان يعني عالمي، عالمي. سيبك بقى من الجون العظيم اللي حطه لا لا، الواد عالمي. يعني اللي بيقول لك ان المدرب، مدرب مين المدرب ده؟ انا لحد انا مش قادر احكم، بس لا ده ضايع. انت راكن لي ديانج بره ليه؟ يعني انا عايز اشوف ديانج عمل ايه النهارده. يعني شفنا، ما ده اللي احنا عمالين بنتكلم فيه من اول بطوله. شفتوا ديانج عمل ايه النهارده في الملعب؟ لا يا جماعه، المواضيع في الاهلي غريبه وعجيبه طب ما كنا سيبنا كولر. يعني ما كنا سيبنا ماله كولر؟ كنا سيبناه، كنا زعلانين من كولر. طب ما احنا اداره الاهلي اللي عندت معاه في الاول ودخلت القصه في عند. لا لا، يعني في حاجات احنا نخش محفل زي ده ونطلع منه الرابع حتى لو عملنا اداء. انا مالي انا ومال الاداء؟ انا عملت اداء حلو يا عم، واحسن اداء في العالم، تمام، بس خرجت. يعني انا عملت احسن اداء وخرجت. دفاع ما عندناش دفاع تماما، وبنتكلم في الموضوع ده من الدوري. هجومك بيروح يحط جوال، انت الدفاع عندك ضايع، ما عندكش دفاع اصلا. الدفاع زيرو. جبهة محمد هاني دي كل الفرق اللي بتلعب قصدك بتاكل عليك عيش منها بشكل غير طبيعي. ماتش النهارده تخرج منه فايز بسهولة. ماتش انتر ميامي تخرج منه فايز بسهولة. ماتش بالميراس تخرج فايز منه في الشوط الاول وتنزل تركز في الشوط الثاني. يعني بطولة انا مش عارف احنا عملنا فيها ايه. ضيعنا على نفسنا بطولة واداء بشكل غريب. احنا ضيعنا من نفسنا ان احنا نصعد. يعني الحاجة الوحيدة اللي الواحد يعني حسها في البطولة دي كان الجمهور اللي شفناه هناك اللي اتفاجئنا بيه. يعني تحية كبيرة ليهم. اتفاجئنا بصراحة ان امريكا اللي هي الكرة مش الرقم واحد فيها، وامريكا من الدول الصعبة اصلا في انك تروحها. وامريكا يعني كل حاجة فيها صعبة بصراحة. كان مواعيد غير وغيره، ادينا شايفين العذاب اللي احنا بنشوفه في الماتشات. ماشي، وان نشوف الجمهور ده كله لا لا بصراحة احنا كنا، انت كنت كأنك في استاد القاهرة.
كانك بتلعب في استاد القاهره، وده حتى برضه ما حفزش اللعيبه، يعني مفيش. فاحنا لو بنتكلم المكاسب، عرفنا الجمهور العظيم ده، خرجنا يعني باداء عظيم من زيزو وبن رمضان. مش عارف، يعني نتمنى يكون في بعض الترتيب عن كده، نكتسب الروح زيادة عن كده. الشخصية موجودة عندنا، لكن اللعيبة محتاجة، في لعيبة كده محتاجة تصدق نفسها، وفي لعيبة لازم تتصفى، في لعيبة لازم تمشي من الأهلي، خلاص راحت عليهم، خلاص ما لهمش قيمة في الأهلي دلوقتي والله. سلام.